بالفيديو تقدمت عودة عبد الرزاق حمد الله للعب مع الأسود مجددا أهم مشاهدي قائمة المنتخب المغربي للمونديال. كما كانت الإطاحة بالشقيقين مايي ومنير الحدادي لاعب البارسا السابق وختاف الحالي. إليكم التفاصيل، لكن قبل ذلك المرجو متابعة القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. الشقيقان مايي شكلت الإطاحة بهما عنوانا بارزا بعدما ظل هذا الثنائي يمني النفس بحضور المونديال ومواجهة المنتخب الذي مثله في فئات سنية صغيرة بلجيكا. كما كان خروجهما سويا مفاجأة مدوية، خاصة ريان مايي المهاجم وهداف المغرب رفقة أيوب الكعبي في تصفيات المونديال. وظل ريان وسامي يحضران على امتداد آخر 3 سنوات بانتظام، وشارك سويا في نسخة الكان السابقة بالكاميرون. وكان ينظر لريان مايي على أنه مهاجم المستقبل للأسود. منير الحدادي اللاعب الذي أثار الجدل من حوله قبل 2.5 عام بإشكالية تأهيله المعقدة داخل الفيفا ومرافعة المغرب من أجل تغيير هذا القانون الذي يهم اللاعبين الذين يحملون أكثر من جنسية، والذي ظل يحضر منذ 2 عام وشارك في نهائيات الكان في مصر. وخرج الركراكي ليدافع عنه بتصريحات مثيرة مؤخرا مؤكدا أنه فتى موهوب. وفي نهاية المطاف تمت الإطاحة بلاعب برشلونة وإشبيلية السابق وختاف الحالي من خيارات المدرب حمد الله. غاب هذا اللاعب عن أجواء الأسود منذ 3.5 عام، وتحديدا منذ حادث مغادرته معسكر المغرب قبل أفريقيا بمصر 2019. وكان اعتذاره في برنامج تلفزيوني مؤخرا للشعب المغربي عن ذلك التصرف والتعاطف الهائل الذي حازه مع تألقه بداية الموسم بالدوري السعودي من أسباب عودته لتمثيل المنتخب المغربي.